موقع سي جي بي الفرنسي هو الموقع الأكثر شهرة بين هواة ومحبي جمع العملات سواء في أوروبا ولا في العالم. لكن كيفاش الطريقة اللي كنقوموا بالبيع ديال هاد العملات في هاد الموقع؟ فهداك الشيء اللي غنشوفو في هاد الفيديو هذا غادي نوريكم الطريقة من الألف إلى الياء وكيفاش حتى نتوما تقوموا بالإعلان في هاد الموقع هذا ويتم عرض العملات ديالكم القديمة والنادرة اللي عندكم للبيع سواء في مزاد أو لا في إعلان عادي. وكذلك غنشوفوا بعض الأثمنة ديال العملات سواء المغربية ولا العربية ولا العالمية باش تعرفوا بعض الأثمنة ديال العملات اللي كاينين في هذا الموقع. فقط تابعوا معنا وما تنسوناش من الدعم ديالكم بإعجاب بالفيديو واشتراك في القناة. موقع سي جي بي هو موقع فرنسي متخصص في بيع وشراء العملات سواء القديمة ولا حتى جديدة. كيتعتبر موقع جد موثوق والخبراء اللي فيه كيقوموا بتقييم جد دقيق للعملات والنقود اللي كتوصلهم والثمن اللي كيعطيو لها هي أثمنة جد مناسبة. اللي زوين هو ان هذا الموقع عنده مقر كما كتشوفوا في الصوره كيتواجد بالضبط بشارع فيفيان بالعاصمه الفرنسيه باريس وبدا العمل في هذا المجال ديال النوميسماتيك سنه 1988 يعني هذه 36 عام تقريبا وعنده واحد السمعه جيده بين هواة ومحبي جمع المسكوكات في اوروبا وعنده كليان ديال بصح كيشريو منه عملات من جميع انحاء العالم وبثمن كما قلت جيد جدا. كما قلنا موقع سي جي بي عنده خبراء في تقييم العملات القديمة من مجموعة من الدول متخصصين في السياسة وفي التاريخ والنقود القديمة والمعادن إلى غير ذلك. والموقع حاليا معروضة فيه أكثر من 100 ألف قطعة وورقة نقدية من مختلف أرجاء العالم واللي عارض شي عملة تما قام بهاد جوج طرق اللي غنذكر لكم الآن واللي هما الطرق ديال البيع في هذا الموقع واللي يمكن نقسموهم لجوج طرق. الطريقة الأولى هي يمكن لأي واحد مقيم في فرنسا أو غادي ليها أو عنده عائلة تما يصيفط معاهم العملات القديمة اللي عنده لكن تكون عملات نادرة باش تسوى ثمن جيد يصيفطها للمقر ديالهم تما وهما يقوموا بالتقييم ديالها ويخبروه بالثمن اللي ممكن توصل له وانت غيبقى لك الاختيار واش تبيع ولا لا. الطريقة الثانية هي أنك من هنا من المغرب يمكن تصيفط صورة للعملة اللي عندك مرفقة بمعلومات عليك بحال الاسم والدولة وعلى القطعة اللي عندك بحال تاريخ الإصدار والمعدن ديالها مثلا غترسلهم عبر الجيميل لهذا العنوان هذا contact@cgb.fr والموقع غادي يجاوبك خلال 24 ساعة خصوصا إلا كانت عندك عملة فري نادرة وساوية الثمن وإلا تم القبول ديالها باش يعرضوها في الموقع غادي يخبروك بجميع المعلومات عليها والثمن التقديري اللي عطاوها والطريقه كيفاش غادي ترسلها ليهم. من بعد غادي يطلبوا منك تعطيهم الريب الخاص بالبنك اللي عندك باش يصيفطوا لك الفلوس ديالك من بعد ما يقتطعوا نسبه الارباح ديالهم اللي خبروك بها من قبل. وهادو هما الطرق اللي كيتم بها توصيل وتقييم وعرض العمله ديالك للبيع في هذا الموقع ديال سي جي بي. هذا العرض ديال العمله في الموقع كيكون بجوج اشكال يا اما اعلان عادي كما كتشوفوا في الصوره الا كانت القطعه المعروضه للبيع عاديه وما عليهاش طلب بزاف او لا الثمن ديالها كيكون رخيص. والشكل الثاني هو ان الاعلان كيكون عباره عن مزاد يعني الا كانت العمله عليها طلب ومبحوث عنها او لا بلي كيشوف المسؤولين على الموقع ان العمله ممكن تسوى ثمن اكثر من اللي تم التقييم ديالها به فهما كيحطوا العمله عباره عن مزاد. وبطبيعه الحال مع الاعلان كنلقاو مجموعه من المعلومات على القطعه بحال الفئه والنوع ديالها والمالك اللي كان في ذاك الوقت والتاريخ ديالها والمعدن ديالها الى غير ذلك من المعلومات اللي كتقربنا من هذه القطعه المعروضه للبيع. وفي الاعلان اللي عباره عن مزاد كنلقاو زايدين هنا الثمن التقديري ديال القطعه اللي عطاو الخبراء وكنلقاو الثمن اللي وصلت له وتاريخ البيع وعدد المشاركين اللي شاركوا في هذا المزاد هذا. وهكا كيتم عرض العمله ديالك للبيع في هذا الموقع ديال سي جي بي. ندوزو نشوفو بعض الأثمنة ديال العملات المغربية بحال مثلا هاد الإعلان هذا ديال الأوراق النقدية ديال 1987 الفاس كما كنشوفو هنا كاينه 10 دراهم فاس 50 درهم فاس و100 درهم فاس. هاد المجموعة كتباع عبارة عن 6 أوراق من فئة 10 دراهم كما قلت و50 درهم و100 درهم لكن كما كتشوفو كلهم فاس. نهبطو لتحت غتلقاو الصور ديالهم من الجانب الآخر كما كتشوفوا واللي كنلاحظوا ان هاد الاوراق هذه الحاله ديالها ما زالت في حاله جيده جدا. هنا لتحت كما قلنا كنلقاو
تاريخ الإصدار والنوع وفئة هاد الأوراق النقدية هذه، إضافة البنك اللي قام بإصدار هاد الأوراق هذه واللي هو بنك المغرب، والريفيرونس ديال هاد الأوراق. هنا الفوق كنلقاو التقييم اللي عطى الموقع واللي هو 300 أورو اللي كتساوي تقريبا واحد 3000 درهم مغربية. وهنا الثمن الماكسيموم هو الثمن اللي وصل له المزاد هو 54 أورو، واللي هو نفس الثمن اللي تباعت به هذه المجموعه هذه ديال الاوراق النقديه المغربيه. وكما كتشوفوا هنا التاريخ ديال البيع تم نهار 11 اكتوبر 2022. هنا في هذا التاريخ هذا انتهى المزاد، والناس اللي قاموا بالمزايده لهذه المجموعه هذه هما 4 ديال الناس. وكاين مجموعه من الاوراق النقديه والقطع النقديه المغربيه والعالميه اللي غتلقاو في هذا الموقع هذا، والاثمنه ديالهم مختلفه. بحال مثلا هاد 50 درهم هادي سبيسيمان ساويه 450 اورو. هادو كاملين مزادات، تم البيع ديالها ب 450 اورو. كما كتشوفوا الحاله ديالها ما زالت جيده جدا، لكن هي سبيسيمان يعني كانت عباره عن تجربه. حتى الارقام التسلسليه ديالها كما كتشوفوا عباره عن اصفار. تم البيع ديالها سنه 2018 ب 450 اورو اللي كتساوي تقريبا 4500 درهم مغربيه. هنا كنلقاو 100 درهم، هنا كنشوفوا كذلك 50 درهم مقراديين، هادو بجوج ساويين 450 اورو. كذلك كاين مجموعه من الاوراق ديال الفرونك اللي هي مطلوبه من هواة ومحبي جمع المسكوكات في اوروبا وخصوصا في فرنسا، مطلوبين وكيعطيو اثمنه جيده جدا كما كتشوفوا في الصوره. خصوصا واكدوا لنا على هذه القضيه ان الاوراق النقديه تكون في حالة جيدة جدا. وكما كتشوفوا معنا هنا حتى ورقة 100 درهم وال200 درهم اللي تصدرات مؤخرا من طرف بنك المغرب كتباع في هذا الموقع الفرنسي. كما كتشوفوا الورقة ديال 100 درهم تباعت ب 33 اورو اللي هي 330 درهم مغربية، واللي تزايدوا عليها 7 ديال الناس. هادشي كيبين ان في اوروبا كيبغيو سواء الاوراق النقديه الجديده ولا القديمه باش يضيفوها للمجموعه ديالهم. وال200 درهم كذلك تباعت ب 41 اورو اللي كتساوي تقريبا 410 دراهم مغربيه، وتقيمت ب 45 اورو، وكذلك تزيدوا عليها 7 ديال الناس. يعني هادشي كيبين ان العملات سواء قديمه ولا جديده فهي خصها تكون غير في حاله جيده وتكون مطلوبه من عند هواة جمع المسكوكات. بحال في المغرب ما كتباعناش هاد 200 درهم لان متداوله ومازال لا خرجت، لكن على برا حكم انهم ما كيلقاوهاش وما كايناش، فاللي خداها لتما ممكن يبيعها بهذا الثمن هذا واللي هو الدوبل ديال القيمه ديالها في المغرب. وهنا مثلا كنلقاو بعض العملات الفرنسيه القديمه واللي عندها واللي وصلت الاثمنه خياليه. مثلا بحال الورقه هذه ديال سنه 1897 وصلت ل 35 الف اورو واللي كتساوي تقريبا 35 مليون مغربيه. ومجموعه كذلك من الاوراق بحال هذه 26 الف اورو 27 الف اورو اللي تنشرات وتم الاعلان ديالها مزادات على هذا الموقع هذا وتم البيع ديالها. كما كتشوفوا هذه القطعه هذه 20 فرانك سبيسيمان ديال سنة 1905 ديال البنك الفرنسي، ما زالت في حالة جيدة، وتم البيع ديالها ب 27 ألف أورو و600 اللي هي 27 مليون مغربية و600. يعني إلا كانت عندك هذه القطعة هذه فرغناك الله. هادو هما الأوراق والقطع النقدية اللي بصح كتسوى ثمن واللي ممكن بين عشية وضحاها تصبح مليونير. فاللي عنده هذه الأوراق هذه يعرف القيمة ديالها ويدخل ويقلب في هذا الموقع هذا على الاوراق النقديه والعملات النقديه والقطع النقديه اللي عندك، وقوم بالمقارنه مع الاثمنه اللي غتلقى في هذا الموقع هذا. كما قلت كيقوم باعطاء اثمنه جد مناسبه، وخصوصا ركزوا على ان الورقه تكون مازال في حاله جيده. مثلا الاوراق اللي كنلقاو ان الثمن ديالها طالع كتكون في حاله جيده رغم انها تصدرات منذ عشرات السنين، كتبقى الورقه كما خرجت النهار الاول او لا كتكون مازال يعني في حاله جيده مقبوله. الا كانت الورقه في حاله رديئه او سيئه فهي كما قلت ما كتسواش شي ثمن اللي كبير، وذاك الرداءه ديالها هي اللي كتنقص من القيمه ديالها، واخا تكون سبيسيمان واخا تكون يعني ورقه نادره. هذا الفيديو ما موجهش فقط للمغاربه، فاي واحد في العالم كامل ممكن يبيع في هذا الموقع هذا ويقوم بارسال النقود القديمه ديالو بكل امانه. نتمنى تكون هذه المعلومات فاتتكم. ما تنسوناش من الدعم ديالكم باشتراك واعجاب بالفيديو، وشكرا على المشاهده.